لو عايزه تشتري توينز الماظ للشبكه بتاعتك يبقى الفيديو ده ليكي. الشبكه بتبقى عباره عن توينز والحجر بتاعه او السنتر ستون. بعيدا بقى عن السنتر ستونز لان احنا اتكلمنا عليهم كتير قبل كده، احنا جايين النهارده نوريكم شويه توينزات من اللي موجودين عندنا. احنا جايبين لكم النهارده توينزات الكبيره، والتوينزات دي بتبقى مرفوعه سنه لفوق عشان يبان السنتر ستون بتاعها، سواء كان الوش بتاعها اللي فوق ده مدور او مربع. معظمهم بتبقى الستونز بتاعتهم راوند، وفي حاجات تانية بتبقى الستونز فانسي كات، سواء كات بير ماركيز زي ما انت عايزه. والمحبس دايما بيبقى واخد جزء من الخاتم بتاعه، لازم الاتنين يليقوا على بعض. فلو في الخاتم بتاع التوينز خشاين او حجاره صريحه هتلاقيها هي موجوده في المحبس بتاعها. ولو كانت معموله من كلوز سيتنج اللي هي شويه فصوص جنب بعض بيدوا شكل، هتلاقي المحبس نفس الشكل بالظبط. والفرق بينهم هو المكان اللي بيتحط فيه الحجر او السنتر ستون زي ما بنقول، بنديله اهتمام وبنعمل حواليه دايره او مربع او اشكال كتير عشان الحجاره اللي موجوده فيها تدي ضي اكتر للحجر بتاعك. ودي مجموعه من التوينزات اللي موجوده عندنا، وفي غيرهم كتير جدا. ولو انت بتحبي التوينزات السيمبل استني الفيديو الجاي. كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.